أعزائي متابعي ومشاهدي موقع الحمراء، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. أصطحبكم في لقاء جديد وحصري مع الأستاذ طارق عز الدين المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي في الضفة الغربية. أهلا وسهلا بك أستاذ طارق. أستاذ طارق، تناهى على ما سمعنا قبل قليل عن استشهاد أحد قادة سرايا القدس الذراع العسكرية المسلحة لحركة الجهاد الإسلامي في ساحة سوريا، وحركتكم حملت الاحتلال المسؤولية عن ذلك. ما هو ردكم على هذه الجريمة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بداية أن نترحم على روح الشهيد الأسود أحد كوادر سرايا القدس في سوريا، ونؤكد أن هذه الجريمة البشعة التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني في كل ساحات هذا الوطن ضد أبناء شعبنا الفلسطيني ومقاومتنا لن تمر على مرور الكرام. حركة الجهاد الإسلامي قالت كلمتها: نحن ماضون في مقاومة الاحتلال، ولن يرهبنا ولن يثنينا عملية الاغتيال والمجازر التي يرتكبها الاحتلال على امتداد الوطن السليب. هذا ديدن الاحتلال، وهذه الجرائم بالتأكيد سيكون لها ما بعدها. نحن في حركة الجهاد الإسلامي سنبقى نعزز موقفنا من مقاومة الاحتلال بكل الطرق والوسائل، وفي مقدمتها الكفاح المسلح. كيف تقيم المقاومة الآن في الضفة الغربية بعد المجازر الإسرائيلية وحوادث الاغتيال التي ارتكبتها قوات الاحتلال بعدد كبير من قيادات المقاومة، وخصوصا من قيادات سرايا القدس وكتائب الشهيد عز الدين القسام؟ على مدار احتلال فلسطين من قبل العدو الصهيوني، وهو يرتكب المجازر بحق ابناء شعبنا ويغتال المقاومين ويغتال كل أطياف شعبنا، لكنه لن يثني ولن يغير من الواقع شيء. سيبقى احتلال وسيبقى شعبنا صامت. هل تأخر رد المقاومة على عملية الاغتيال الأخيرة في جنين؟ المقاومة تعرف طريقها للرد على جرائم الاحتلال. تصاعد المقاومة في كل الضفة الغربية وانتشارها واتساع رقعتها ونوعية عملها بالتأكيد هو الرد الواقعي والعملي على جرائم الاحتلال. المقاومة هي رد، واستمرار المقاومة هو رد. بعد قمة شرم الشيخ اللي الآن تعقد في هذه اللحظات بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل وأمريكا ومصر والأردن، هل سنشهد عمليات ثأرية من المقاومة على هذه القمة وعلى عمليات الاغتيال؟ بعتقد قمة العقبة التي سبقتها زادت من جرائم الاحتلال ضد أبناء شعبنا، والمقاومة ارتفعت. وكان رد على قمة العقبة تنفيذ عملية حوارة وتنفيذ عملية تل أبيب في أراضينا المحتلة. هذه القمم لن تغير من جرائم الاحتلال ولن تجمل صورة الاحتلال المجرم. بالعكس، نحن كشعب فلسطيني نلقي خلف ظهورنا وخاصة مقاومتنا الباسلة كل هذه القمم، ونعتبر أن الاستمرار في العمل المقاوم هو الرد الطبيعي على كل ما يحاك ضد المقاومة. إذن لن تلتزموا بأي مخرج من مخرجات شرم الشيخ أو العقبة؟ نحن لسنا من جزء من هذه اللقاءات، ولسنا، بالعكس نحن ندين ونستنكر هذه اللقاءات. هل ستؤثر على المقاومة في الضفة الغربية؟ لن تؤثر على المقاومة. شعبنا الفلسطيني حي ومستمر وماض في مقاومته، سيرد على جرائم الاحتلال بكل طرقه ووسائله. بغض النظر عن مخرجات قمة شرم الشيخ، نحن نقول أن المقاومة لن تلتفت خلف كل من يحاول إنهاء المقاومة. المقاومة مستمرة وجرائم الاحتلال سيتم الرد عليها. ما دام هناك احتلال ستبقى هناك مقاومة، ومستوى المقاومة يرتفع وينخفض بحسب الواقع الأمني الذي يعيشه المقاومة في الضفة الغربية. شكرا جزيلا أستاذ طارق. شكرا جزيلا.